النهاردة هنتكلم عن رواية 1984، واحدة من أعظم الروايات اللي ناقشت فكرة التحكم في الإنسان والمجتمع. رواية 1984 كتبها جورج أورويل سنة 1949، وهي بتصور مستقبل سوداوي بيتحكم فيه نظام شمولي اسمه الحزب بقيادة شخصية غامضة اسمها الأخ الأكبر. الرواية بتدور في دولة اسمها أوشينيا اللي كل حاجة فيها تحت المراقبة، حتى الأفكار، ومفيش حاجة اسمها حرية أو خصوصية. البطل بتاع الرواية اسمه وينستون سميث، موظف بسيط شغال في وزارة الحقيقة. وظيفته إنه يغير التاريخ في الوثائق الرسمية عشان يتماشى مع أكاذيب الحزب. وينستون بيعيش حياة مليانة خوف وملل، لكنه من جواه بيكره النظام ده وعايز يتمرد عليه. في يوم بيقابل جوليا اللي بتشاركه نفس أفكاره، بيقعوا في الحب سرا وبيحاولوا يهربوا من قبضة النظام. لكن المشكلة إن الحزب مش بس بيراقب تصرفاتهم، هو كمان بيحاول يسيطر على عقولهم وأفكارهم. وينستون وجوليا بيتقبض عليهم وبيتعرضوا لتعذيب وحشي في وزارة الحب، ودي مكان مخصص لإعادة برمجة اللي بيعارضوا النظام. في النهاية وينستون بينهار وبيبدأ يحب الأخ الأكبر بعد ما بيتم تدمير إرادته بالكامل. النهاية مأساوية، لكنها بتطرح سؤال كبير: هل ممكن لأي نظام يتحكم في عقول الناس للدرجة دي؟ الرواية مش مجرد قصة سوداوية، دي تحذير عن مخاطر الأنظمة الشمولية. أورويل بيقول لنا إن التحكم في الحقيقة هي أكبر سلاح للنظام القمعي، وإننا لازم نحافظ على حرية التفكير. وممكن تلاحظ كمان إن الرواية تنبأت بحاجة زي المراقبة المستمرة والفيك نيوز. لو ما قريتش الرواية أنصحك إنك تديها فرصة، هتخليك تفكر في حاجات كتير حوالينا. اكتب في الكومنت رأيك، وهل ممكن يتحكم نظام في أفكار الناس بالشكل ده؟ ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لو عجبك، واستناني في تلخيص جديد.